بنفس الطموح والإرادة السياسية تواصل الحكومة مسيرة الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمواطنات، حيث يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي أنتم بصدد مناقشته السيدات والسادة البرلمانيين محطة مهمة لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي. فالحكومة بقيت وفية لالتزاماتها، أي مواصلة تشجيع مبادرات التشغيل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ثم الحفاظ على الاستدامة المالية العمومية. ومن هذا المنطلق، منطلق الالتزامات، كيتضمن مشروع ديال القانون المالية عددا من الإجراءات، فيه إصلاح الضريبة على الدخل التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة من خلال تخفيض السعر الهامشي إلى 37% مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص التي تقل مداخلهم عن 6000 درهم شهريا، إجراء سيستفيد منه أزيد من 2,500,000 أجير، زيادة على 4 الملايين اللي هي غير منعنية بهذه الضريبة. رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر ليبلغ 250 درهم عن كل طفل، أطفال الثلاثة الأوائل، و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب. مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالأشخاص اللي هما ما قادرينش على أداء الواجبات الاشتراكية، وذلك بميزانية ديال 10 مليار ديال الدرهم. كما سنقوم بدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقريبا 16 مليار ونص ديال الدرهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية. مواصلة دعم الاستعراض الكهرباء، إقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموع من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية باش الأثمنة يرجعوا لواحد المستوى اللي هو معقول. والمواصلة ديال هذه الإصلاحات الهيكلية الكبرى، سيتم تخصيص 85 مليار ديال الدرهم لقطاع التعليل، زدنا 11 مليار بالنسبة للسنة الماضية اللي كانت فيها زيادة كبيرة. استفادة القطاع الصحي من ميزانية إجمالية كتوصل 32 مليار ديال الدرهم، زدنا تقريبا 2 مليار ديال الدرهم بالنسبة للسنة اللي فاتت. الرفع من القيمة الإجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر اللي غيوصل هذه السنة ل 26 مليار و500 مليون ديال الدرهم. كما ستعمل الحكومة من خلال قانون المالية على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث غادي تعبأ الحكومة ميزانية إجمالية كتوصل ل 340 مليار ديال الدرهم مخصصة للاستثمار العمومي. تقريبا زدنا 5 مليار ديال الدرهم مع التذكير بمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية. سنة 2023 إصلاح الضريبة على الشركات، يعني إنعاش المقاولات. في 24 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إدماج القطاع الغير المهيكل. سنة 2025 إصلاح الضريبة على الدخل، يعني تشجيع مبادرات التشغيل. واستكمالا لإرادتنا في دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية، غادي يتم بمقتضى هذا القانون المالية 2025 الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخل الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32%.